لهم ملاذا وانتصروا لمحمد صلى الله عليه وسلم. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. أيها الإخوة الكرام، حينما نسمع كلاما عبر القنوات، لماذا نتحدث في هذا الموضوع أيها الإخوة؟ إن هذه الأرض لا ينبغي أن يسب فيها أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه الأرض كانت في يوم من الأيام دولة تسب الصحابة في هذه الربوع، فقام لها علماء المالكية كابن أبي زيد والقاضي عياض وابن التبان وغيرهم من العلماء، شحاف من العلماء، قاموا في وجهها ورفضوا أن يصلوا معهم وأن يعطوا البيعة لهم لأنهم يسبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطعنون فيهم. فأدخلوا هذه الدولة أكرمكم الله في مزبلة التاريخ، وأصبحت في خبر كان، ودخلت طي النسيان، لأنه ما لا مكان في الجزائر لمن يسب أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. 15 قرن من أهل السنة والجماعة، ونحن مالكية أشد المذاهب على التشيع وعلى سب أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. يا جماعة، إياكم أن تضربوا في مرجعية هذه الأمة، لأنكم إذا فسحتم المجال لمن يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والله الذي لا إله غيره لتسفكن الدماء بسبب الطائفية، ولتتحولن هذه البلاد كأمثال بلاد أخرى فيها مثل هذه الحثالة التي تسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وحينئذ سوف يسأل الناس جميعا، كل من كانت له قوة وقدرة على صد هؤلاء ولم يفعل سيسأل أمام الله سبحانه وتعالى، سيسأل أمام الله عز وجل.